طيب نحن لم نخشى ولا نزال لا نخشى على أنفسنا أن تحطمنا أخطاؤنا. لما نستفضع أخطاء أولادنا ونشعر أن الولد وبالذات البنت لو أخطأ فقد تحطم بالكلية؟ لما؟ تعرفون لماذا؟ لأننا فشلنا فعلا أن نقنع أنفسنا في أننا نجحنا في تخريج أولاد أبناء وبنات أيها الإخوة ماذا؟ مستقلين، عندهم نقاط ارتكاز ذاتية، ينطلقون من قناعاتهم الذاتية المبررة، وأحيانا عبر تجربة الخطأ والصواب. لم نفعل هذا منذ البداية، حميناهم عن كل شيء، منعناهم من كل شيء، وظننا أن هذه التربية. فهمتم؟ نخاف عليهم من الصورة ومن الكلمة ومن الهمزة ومن النكتة ومن الصاحب ومن الشارع، من كل شيء. لم ننجح. كبروا أيها الإخوة وهم شعروا بفراغهم وبأنهم هم فراغ سحيق، فشعروا بالنقمة علينا، على هذا الأب وعلى هذه الأم. وعلى فكرة نحن نمارس أحيانا أبشع درجات الأنانية حين نزعم أننا نحب أولادنا ونعمل على مصلحتهم ونحاول فهمهم وهم لا يفهموننا، ونحن في الحقيقة أنانيون. تعرفون نتلمح ماذا؟ لا نتلمح أن يكونوا كما قلت شخصيات مكتملة معمقة أيها الإخوة، ولها وجهتها ومراكز ثقلها، لها تجاربها، لها أخطاؤها، لها صواباتها. لا لا لا، هذا لا يهمنا. ممنوع أن يكون لهم مكان لنا، ممنوع، هكذا قضاء وقدر. ولكن كل ما يهمنا ونتلمحه أن نفوز باستحسان الناس إذا رأوا مستوى أولادنا التعليمي والفكري والسلوكي والديني. الولد يصلي والبنت محجبة وكله على ما يرام 24 قراط. نحن نرائي بهم المساكين، استغللناهم، انتبهوا، هم وسيلة لإشباع أنانيتنا دون أن ندري، ولذلك نجعلهم على فكرة موضع فخر، وهذا يؤذيهم نفسيا. حين كنت صغيرا كنت لا أحب لا من أستاذي ولا من والدي ولا من مشايخي أن يطروني أمام الناس، كنت أشعر بحرج شديد ولا أحب هذا. تعرفون كيف؟ لما كبرت حللت هذا الشعور، وإذا به شعور كل الأطفال. هذا الشعور يعطيك انطباع أنك شيء يتحدث عنك، صحيح؟ ليس من حقك أن تتحدث عني كشيء. مثل سيارتي ممتازة، موديل 2007، مش عارف كم سلندر، كم حصان، كم حمار. لا، هذا ولد، هذه شخصية مستقلة، هذه ذاتية منفصلة، لا تتحدث عنه باستمرار بهذه الطريقة، تحدث في غيبته. وانتقي كلماتك، وانتبه إلى أسلوبك جيدا. هو أذكى مما تتخيل. قبل أيام حدثتني سيدة قالت لي: يا سيدي أنا محتارة جدا، أنا أحب ابنتي إلى حد الولا، لكنها تصدمني كل حين وآخر بقولها أكرهك. قلت لها: كم عمرها؟ قالت: زهاء 10 سنوات. قلت: طبيعي، سأقول لك شيئا واصدقيني. قالت: تفضل. قلت لها: حبك لابنتك حب مشروط. قالت: لم أفهم. طبعا لم تفهم، هذه أفكار غير سائدة لدينا وغير معروفة أصلا، ولن تفهم بسرعة هذه الأفكار على فكرة. قلت لها: حبك لابنتك حب مشروط، ولذلك هو يساهم في تدبيرها وتقويض شخصيتها دون أن تدري. قالت: كيف؟ قلت لها: طبعا ابنتك إذا أحسنت في الدراسة، في الالتزام، في السمع والإصاخة، في تنظيف البيت، في تنظيف غرفتها، فطبعا تأخذ أحسن الجوائز، القبل والضم والعناق والإطراء. صحيح؟ خرط طبعا. قلت: وإذا أساءت تدعين عليها: الله يخلصنا منك، أنت يا كذا يا مشاكسة، الله يلعنك البعيدة، قرد يركبك. كالعرب متخلفون، والله تخلف هذا، والله العظيم تدمير للشخصيات. قالت: هذا يحصل يوميا. قلت: طبعا، والنتيجة يا مسكينة أن هذه البنت أصبحت غير آمنة، لا تشعر بالأمان. طبعا هي لا تعرف هل هي محبوبة أو مكروهة. في ساعة الله يلعنك وقرد يركبك و50,000 شغلة، وفي ساعة تضمينها. البنت لا تشعر بالأمان مهما حاولت هي أن تضميها وأن تقبلها، لا تصدق هذا، هي المسكينة، لأنها تشعر أنها ليست محبوبة لأنها فلانة، ليست محبوبة لذاتها، المحبوب سلوك معين فيها. طيب الإنسان أيها الإخوة هو منتج سلوكات، هو مصنع سلوكات، والسلوكات تختلف. طبعا يأتيني متفلسف لا يستطيع أن يصل إلى هذا العمق ليقول لي: وهل الإنسان غير سلوكه؟ طبعا يا سيدي غير سلوكه، الإنسان أكبر من سلوكه وأكبر من مجموع سلوكاته أيضا. خليفة الله هذا شيء أكبر مما تتخيل. حتى الطفل هذا سيقول لي: لا، كيف؟ أنا أصلا حين أبني علاقة مع أي إنسان، سواء كان زوجتي أو زوجي أو ابني أو ابنتي أو صديقي أو أستاذي أو شيخي إلى آخره، أبنيها على السلوك. طبعا لأنك ناقص، أنت لا تستطيع أن تعطي حبا غير مشروط لأنك لم تعطه. فاقد الشيء لا يعطيه. سأوضح هذا. ما معنى هذا يا إخواني؟
معنى هذا أن ابنك هذا الآن الذي فعل فعلا استوجب مقتك وغضبك ولعنتك، بعد ساعة قادر على أن يفعل في نفس الصدد فعلا يناقضه تماما، أليس كذلك؟ هل ابنك هو السلوك الأول؟ لا، لأنه فعل نقيضه. هل ابنك هو السلوك الثاني؟ لا، لأنه فعل نقيضه. ما ابنك هو شيء غير هذا وغير هذا، لكنه مؤهل وبالقدرة الفعلية الكامنة، عفوا وليس الفعلية، بالقدرة الكامنة أيها الإخوة، قادر على أن ينتج كل هذه الضروب من السلوكات، وقادر أن يعزز، وأنت تعينه على أن يعزز سلوكا منها أو آخر، سموه التعزيز في علم النفس، قادر، وأنت قادر أن تعينه على أن يعزز السلوك الحسن وعلى أن يجتث السلوك السيء. فإذا هو أكبر من سلوكه، وبالتالي إذا أخطأ ابني أو ابنتي حتى المراهق أخطأ بأي طريقة، يعني الخطأ عندنا احنا العرب، خلينا نكون صريحين، أنا أحب أن أقدم رسالة هنا، ولا أحب أن أتفلسف ولا أن يقال يتكلم بكلام جميل، والله لا أحب هذا، ليس هذا هدفي. هدفي أن أكتسب وأن أكسبكم أو أساعد في إكسابنا أيها الإخوة، أن نتعلم جميعا سوية كيفيات عملية في مواجهة الحقائق والوقائع والمشاكل، حتى لا نحطم أنفسنا ونحطم أولادنا في هذه الديار. الوضع مخيف هنا، طبعا في بلادنا أيضا مخيف، لكن ما يحصل أننا ننجح لتظاهر القوى الاجتماعية على جميع المستويات على قمع شخصية الناشئ المسكين، يقمع وكما قلنا يكون هو المستقيم، لكن المستقيم الغر البسيط المسطح بعمق 2 سنتيمتر نفسيا واجتماعيا وفكريا وفلسفيا، ليس عنده خبرة حياة. تعرفون أحيانا أتحسر أنا على الفكر العربي نفسي والإسلامي، أتمنى أن أقرأ لمفكر عربي الآن أو إسلامي عبارات يصح أن تكون استشهادات، ستات مثلا، عبارات تقال للعالم، لا أجد، لأكون صريحا معكم وأنتم تعرفون هذا، لأنه لا عمق حقيقيا لدينا، لا عمق حقيقيا، سخافة وتسطيح وتبسيط لكل الأمور يا أخي، يكون باستدعاء نصوص وأبيات شعر وحكم يظن أنهم فهموا الحياة، وفي الحقيقة يساهمون في تحطيم الحياة والأحياء دون أن يدروا وإن حسنت نواياهم. قالت لي يا سيدي هذا ما يحصل معي بالضبط، قلت جربي أن تعطي أولادك حبا غير مشروط، إذا أحسن ابني سأضمه وأعتنق وأقول له أحبك، برافو واستمر يا ابني وفقك الله. إذا أساء في الدراسة سأقول له يا ابني أتمنى لك التوفيق في المرة القادمة، أحبك يا ابني، وأضمه أيضا وأقول له أنت تستطيع أن تتحصل على أحسن من هذا، وأنا أعرف هذا وأنت تعرف هذا، لعله شغلتك ألعاب أو التلفزيون أو الأصدقاء، لكن ستكون في المرة الثانية أحسن وقبلة. هذا الطفل صدقوني سيدفع، لا أقول ثمنا، لكن سيكافئ هذه الثقة وهذا الحب غير المشروط. بماذا؟ بالإنجاز في المرة القادمة أو الثالثة أو الرابعة. شبهها ستيفن كوفي أيها الإخوة، صاحب الكتب التي توزع بالملايين في شؤون التنمية البشرية وتنمية الطاقات الذاتية، شبهها بشجرة البامبا أو البامبوس الصينية. ما أحسن هذا التشبيه، قال هذه الشجرة العجائبية توضع بذرتها في الأرض وتتعاهد أيها الإخوة بالرعاية والسقي والتسميد 4 سنين، 4 سنوات دون أن يخرج شيء باستثناء برعم صغير يخرج من البصلة، برعم صغير جدا، 4 سنين. ولكن في السنة الخامسة يا أحبابي تبصق هذه الشجرة لتبلغ 30 مترا في عنان السماء في سنة واحدة. فاعمل وعمل بطريقة صحيحة وفكر بكيفية سليمة وتصرف وفق ما تفكر، وستأتي سنتك الخامسة. الرسالة واضحة، ستأتي سنتك الخامسة مع زوجك، مع نفسك، مع أصدقائك، مع أولادك. فكروا بهذه الطريقة أيها الإخوة، فكروا بهذه الطريقة. هذا الحب غير المشروط. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا جميعا من أئمة المتقين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أسعدنا في الدنيا والآخرة نحن وأهلينا وذوينا وإخواننا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.